أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. إليكم الإعلان الثاني للحلقة 87 من مسلسل يلي شابكن طائر الرفراف. أول شيء يظهر في الإعلان هو هذا المشهد لعشاء عائلة الكورهان، ويظهر صوت إفاكة وهي تقول: يا آغا، أم إنه الشيء الذي أفكر به؟ ويرد عليها هاليس آغا قائلا: لقد جاء ذلك اليوم. بعدها يدخل فريد مع سيران ويقول: أيها الكورهان لار. بعدها ينادي هاليس إفاكات لتعطيه الخاتم، ويخرجه هاليس ويقول: هذا الخاتم هو خاتم أغوات عائلتنا، وغير ذلك فإن فريد هو الآغا، لأنه لا يعطى هذا الخاتم إلا لمن يستحقه. ويقوم بإعطائه لفريد، وأورهان يتحسس ويتضايق من موقف هاليس ويتركهم ويقوم. بعدها يظهر مشهد لفريد وسونا، ويقول فريد لسونا: سوف تنقذين مستقبل هذه العائلة. بعدها تظهر سونا وهي توقع العقد لرهن القصر مع فريد. بعدها يظهر مشهد لوالدة عابدين وهي تقول: انظر إلى كنتي، تنهي الأمور مع ابن أخ الزوج. بعدها يظهر مشهد لعابدين مع فريد وسونا، وعابدين متضايق ويصرخ قائلا: لماذا أنا لا أعرف عن هذا؟ بعدها يظهر مشهد لفريد وسيران على الساحل، وسيران تقول له: كل مكان جميل بالنسبة لي طالما أننا معا. بعدها يظهر مشهد آخر لفريد وسيران في المختبر، ويقول فريد لها: لا شيء في هذه الحياة أجمل من ابتسامتك. بعدها يظهر مشهد لأورهان وهاليس يقول له: تثق به؟ حسنا. بعدها يظهر مشهد لفريد وهو يقوم بضرب طيفون، وطيفون يعترف قائلا: هذا الطفل مني. بعدها يظهر مشهد للقاء الأول بين والدة عابدين وعابدين، وهي تقول له: أنا تشيك والدتك. بعدها يظهر مشهد لفريد وسيران، وفريد يقول: تخيلي أن لديهم مثل هذه الأيادي الصغيرة. ترد سيران قائلة: هل تريد بشكل جدي طفل مني؟ ويقول فريد: نعم، سأصبح أب. بعدها يظهر مشهد الطبيبة مع سونا، وتقول لسونا: قد لا يتمكن جسدها من التعامل مع هذا الأمر، وقد يودي بحياتها. بعدها ينتهي الإعلان على هذا المشهد بين فريد وسيران. هذه كانت ترجمة الإعلان، وانتظروا تحليل مهم جدا لهذا الإعلان وترتيب لأحداث الحلقة 87. شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. إلى اللقاء.